انت منين يا احمد؟ انت بقول استاذ مبارك بتعمل لي كده، انت منين يا برضه؟ انا من صمالوط. من يا بلدياتي. اهلا وسهلا بيك. بيقولوا كان مريض ايام لا الحمد لله. تمام. راجل طيب الحمد لله. احمد انا عايز اقول لك على حاجه. الثوره يعني المشاهد اللي احنا كنا بنشوفها على التلفزيون وعلى القنوات الاخباريه كانت تبقى في مشاهد بشعه جدا. تاثير المشاهد دي على الاطفال ده اللي خلاني عملت حاجه اسمها عصفور الجنه. جميل. في قناه اسمها عصافير الجنه منتشره. طيور الجنه. في قنوات ليها بعد تمشي. الحاجه دي ان احنا بنشوف كليبات وبنشوف مشاهد بجد صعبه جدا، وفي اطفال بيتفرجوا عليها في البيوت. انا ابني لقيته جاي لي الحق يا بابا، شفت الراجل، شفت العربيه داست الناس ازاي، شفت العربيه. ما بقتش فاهم حاله الواد، يعني الولد ما بقتش فاهم حالته، هو مبسوط هو مرعوب مش فاهم. فطلعت فكره ان انا اعمل حدوته عشان الاطفال دي اسمها عصفور الجنه. مثلت شعب مصر في حته عصفور الجنه، يعني نسمعها لكم نشوف. هو انا مش حافظها قوي عشان بس عشان ما تلخبطش. طلع الورق طلع عشان بس الغش ده على فكره مش مسموح بيه بعد 25. بعد 25 مفيش غش. هو مش غش، انا لسه ما نفذتش. ما تقراش من الورقه والكلام لسه ده. البقايا انا اسف، انا لسه ما ده نفذتش. بيديها لك في المايك. انا لسه كمان بعدين. انا لسه ما نفذتش التوزيع بتاعها بس يعني. عصفور ورفرف في السما بجناحه طالب حرية، عاش يجي كده 30 سنة جوا قفصل العبودية. عصفور ورفرف في السما بجناحه طالب حرية، عاش يجي كده 30 سنة جوا قفصل العبودية. عصفورنا طلب الحرية وكمان عدالة اجتماعية. عصفورنا طلب الحرية وكمان عدالة اجتماعية. هبوا في وشه الحرامية وقالوا له انت طلعت منين. طارت ورا شوية دبابير وهو كان منهم بيطير. طارت ورا شوية دبابير وهو كان منهم بيطير. من كتر ما اتلسوع عصفورنا قرر ويفكر في التغيير. عصفورنا عشش في التحرير وبصوته جمع في العصافير. عصفورنا عشش في التحرير وبصوته جمع في العصافير. وهو راح خلاص زمن الدبابير وودع خلاص للعبودية. وهو راح خلاص زمن الدبابير وودع خلاص للعبودية. بس خلاص زمن الدبابير.